نحن الآن في بقعة أوبادو من بقعة آل الدفرة، هم القبيلة الوحيدة في محافظة فيفا لا زالوا يتقيدون بالعادة والتقاليد في منطقة فيفا، وهم الوحيدون في العالم بل في جميع الكواكب في العالم الذين يحرثون ويأكلون من عرق جبينهم ومن أرضهم الطيبة الطاهرة المباركة التي ذكرها الأخطل وأمرؤ القيس وجميع من الشعراء العرب. الأخطل قد حرثها هنا 70 سنة يعني في المكان ذي، بعد رجله هنا اللي معلقة لحد الأنفراتها هنا شل ما وقع سيل بدل رجله هنا المكان ذي أو بعد في محيفتين. طولها طبعا في العرض ما يقارب 23 كيلو، أي في مصر 25 فدان. فأرجو من قبائل أهل فيفا أن يتقيدوا بقبيلة آل الدفرة تراثا وثقافة، لأن هذه يعتبر ثقافة أمة وليس أمة كاملة بأكملها. هذه ثقافة أهل الدفرة بنشاطهم الثقافي، وهم الذين يرفعون رؤوس أهل فيفا حفظهم الله. ونسأل ونكرر نرجو من قبائل أهل فيفا أن يقتدوا بهذه القبيلة، أن يحرثوا أراضيهم بأيديهم، وأن يعملوا أراضيهم ويزرعوها بما أحبه الله من خيرات. وآخر دعوانا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح. قصيدة لأهل الدفرة. أيوة. كافو. إن الدفرة لها في القلب مكانة، وودادها الصافي يزيد. تربعت في هذه الحيفة سنينا عددا، فلم أرى في الحياف غيرها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تحيات شيخ غلام بن عمرو والسفير النوائي الحسن غلام بن عمرو. ترينج.